أن هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آذان مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعذر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج ولسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تاج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود. فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. حضرك رسول الله بكرون رسول الله. أشرق الكون ابتهاجا
بوجود المصطفى حمد ولي أهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاضطربوا يا أهل المثاني، فهزار اليمن غرد واستضيء بجمال فقى في الحسن تفرد. صلى الله عليه سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد، حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبى. صلى الله عليه، صلى الله عليك، يا رسول سلام عليك، عليك يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد، إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. صلى الله عليه، سلام عليك، يا رسول عليك يا سلام عليك، عليك يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا رسول الله أهلا بك، إن بك نسعد، وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد. آمين يا الله، بلغ مقاصدنا يا رب، يا الله يا رب. يا رسول سلام
به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه الله في جوار خير ما فعل آمين يا نبي سلام عليك عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلاة اللهم صل على محمد. أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا واكرم الأرواح منا واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وعلى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء ماميا بذلك الرفيع أن له شرفا على مجده وسماع. وكان وقت مولد سيد الكونين
من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادتي وقبري بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوعا سرا صلى الله عليه تولت ذلك لشرفه عند الله عيد القدر وما بروجه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه قالت الشفاء فظلوا ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قشور الروم قالت ثم ألبست وعلجت فلم أشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب صلى الله عليه وأشفر ذلك عني ثم عوذني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق صلى الله عليه قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بدعثه الله فقلت من أول الناس سلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه صلى الله عليه وأن عين عنايتي في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه قال الحبيب علي بن محمد بن حسين الهبشي رضي الله عنه ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين الإنسان في هذه الدار على وجل وخوف شديد ولا با ينجيه من الوقوع في المهالك إلا العلم. Berkata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habasyi, semoga kita mendapatkan keberkahannya. Al-insanu fi hadhihi dar, seseorang manusia di dunia ini selalu berada dalam ketakutan syadidin yang sangat dahsyat. Hidup di atas dunia pasti akan selalu dihantui dengan rasa takut. Takut melarat, takut tangakan, takut tak macam-macam takon. Senumpak kapal takut geger, senumpak kapal tasik takut teselem. Wah, terus berikutnya. Wala bayunjih, dan tidak akan selamat, yakni tidak dapat menyelamatkan diri daripada terjerumus al-wuku' fil mahalik, di dalam kebinasaan dan kehancuran. Berarti seseorang ini kemun tak dipegangan, tak diteguan, odik neng atas dunia se penuh kelaban rasa ketakutan nih kah, takut melarat akhirnya ngecok, takut tangan akhirnya ngerampok dan lain sebagainya. Nah, wala bayunji, maka seseorang tadi itu tidak akan selamat minal wugu, daripada terjerumus fil mahalik, di dalam kehancuran, illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Maka tidak ada yang dapat menyelamatkan kita daripada kehancuran kehidupan di atas dunia kecuali dengan ilmu. Tak bisa.
Mula di atas tunya tandi rasa takut, sobung tandi rasa takut nih kan. King takut orang sesoleh, benih takut tak ngakan, benih tak takut tandi pc, takut tak oleh syafaat kanjeng Nabi, takut tak yang ke umat kanjeng Nabi, takut tak oleh rahmat Gusti Allah, ben seterusnya. Bidah bitakon dereng budu. Urusan tabu, filadzatil akli wasyurbi wal jima, urusan jima, urusan ngenom, urusan ngakan nek kayak ketakok tapi utuh akhirat tadi takon ring sandi ilmu nek lain, takon orang sesoleh nek tak pada mereka dihantui rasa takut, hanya takut tak tole bi kanjeng Nabi, tak sapa bi Gusti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengatakan lau ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ain ma'adatu nafsi muslima. Kalau seandainya Nabi tidak ada di hadapanku gaib satu detik saja, tarfata ain seketip mata Nabi hilang di hadapanku, ma'adatu nafsi muslima, maka aku tidak akan menganggap diriku seorang yang muslim. Berapa areh lupa ke kanjeng Nabi, bener cuma jam-jaman kulit sambian ini. Bener cuma area, bener cuma jam-jaman, bener detian, bener jaman, mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan pun lupa ke Gusti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang soleh la ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ain ma'adatu nafsi muslimah sallallahu alaihi wasallam. Termuka majelis nikah insyaallah tetian nambah mahabbah cinta dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah walaupun ilmu nanek sakone, tapi ilmu saya sekonek itu ilmu saya manfaat ya, ilmu saya bisa selamat daripada kehancuran, terjerumus ke lembah-lembah kenistaan, dekat jalan-jalan saya tak ridha yang Allah Subhanahu wa taala, menuju jalan saya padang, menuju jalan saya ridha yang selamat di surga, selamat dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي مشكورا وفعلي فيه محمودا ويتوب عملي في الأعمال المقبولة وتوجه في توجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سر وحامل راية دعوتك الشاملة الذي الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم دادك في عبادك وساكك سر شادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة تراب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وتحفظنا في مطارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وك من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنعظم برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة وصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالفران والمسيء ساء والسائل والمؤمل بما، وأن تجعلنا ممن ناصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركاته وشريف بجاته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا وجميع المسلمين
والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وإذهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع وفي الهرز المكين من الذنوب وادمنا في العمل بطاعتك وصدق في ختمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك بخير وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر